ومنجي الأبرار ومهلك الكفار، يا دائم النعم والامتنان، يا ذا الجلال والإكرام. أنت الله الملك الرحمن، سبحانك إنا ندعوك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك وخوفا من عذابك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ازيكم اخواتي وبناتي الغاليين؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة حبايبي ان شاء الله الفيديو التاني او الطريقة التانية لتخزين الملوخية الخضراء. احنا عملنا الفيديو اللي فات اللي هي بتاعت الصدمتين، السخنة والباردة وتتفرم ونعبيها في اكياس وتتخزن. النهاردة هنعمل طريقة تخزين الملوخية المخروطة، وفي ناس تحبها جدا الملوخية المخروطة دي. بصوا الملوخية بتاعتي بقى انا جبتها وغسلتها وبعدين حطيتها في الشمس شويه عشان خاطر تنشف. تعرفين اليومين دول حر موت، فالشمس حاميه قوي بصراحه، فايه حسيت ان هي يعني بصوا مسخسخه كده هي زي العسل وجميله وكل حاجه ونشفت، بس ايه حسيت ان هي سخسخه كده من الشمس، بس مش مشكله. هنا برضو انا بوريكم الملوخيه وعدانها الصغيره وورقتها الكبيره العريضه الخشنه اللي هي بترمي معاكي ملوخيه في اي حاجه، في اي طريقه تخزين. الملوخيه البلدي الفلاح الاصليه اللي بيبقى عرقها تخين وتلاقيها ورد من فوق واللي تحت كده وتحفه. هنا احنا بنقطفها بنفس الطريقه اللي بنقطف بيها اي ملوخيه تخزين خضراء، اللي هي لازم يبقى فيه جزء من العين. بصوا الملوخيه عامله ازاي برضو، بصوا جمالها، بصوا الحلاوه بتاعتها. هي بس ايه دبلانه شويه بس كده من الشمس، لكنها يعني ما غسلتها حطيتها شويه في الشمس فسخسخت كده ودبلت شويه، لكن زي ما بيقولوا الورد يدبل وريحته فيه. هي جميله وخضره وتحفه، وبصوا ورقتها وبصوا جمالها. زي ما احنا بنعمل كل مره بناخد ايه سنتي او 2 سنتي من العنق كده، والورق بتاعها اهو. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميله ازاي. اهي بوريكم هنا برضو الوردة باخدها بسنتي او 2 سنتي، سواء هتعمليها بطريقة المية السخنة سواء هتعمليها مخروطة، لان ده الجيلاتين بتاعها اللي بيديها العرق بتاعها، اللي هي لما بتيجي تطبخيها بتلاقيها لفة كده زي يعني كأنها طازة وفريش. بصوا هنا بسند العود عشان تشوفوا الورق وحجمها وقد ايه خشنة. بسند العود من سخسخته خالص كده الشمس ايه خليته مش قادر يسلب طوله اهو يا حبايبي. بصوا كده بقى احنا خلصنا، اتغسلت واتقطفت وزي الفل زي ما انتم شايفين اهيت. هنمسكها ايه هتبقى كده على الخريط. في ناس بعتت لي في الفيديو الاولاني ان لا ده الملوخيه لما بتحط في الميه السخنه بتفقد قيمتها وبتفقد الفوائد بتاعتها والمخروطه احسن. انا والله بجيب لك كل الطرق، بس انا الطريقه اللي فاتت بتاعت الميه المغليه دي بالله العظيم مش هقول لك سنه، ده سنه وسنه ونص وسنتين تاكلي ملوخيه كانها فريش، مش طبيعيه في جمالها وفي حلاوتها وفي ريحتها وفي سكرتها وفي المطه بتاعتها الجيلاتين بتاعها اللي كانها فريش. تحفه 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 ما حصلتش. وانا برضو المره دي جايبه لك طريقه جميله جدا، احسن طريقه تخزني بيها الملوخيه المخروطه وبرضو تاكليها خضراء وزي الفل. زي في ناس تحبها كده يعني ما تحبش اكتر، ما تحبش غير الملوخيه المخروطه في الاكل، فدي احسن طريقه. انا جربت مخروطه كتير بتسمر مني ومش عارفه ايه والحاجه، لا دي احسن طريقه. هنا انا جايبه كيلو واحد بس للخرطه. يعني انتوا عارفين الخرط ايه اللي يعني عشان ايد الواحد ودراعنا وكده، فهو بنجيب كيلو. هتخزني ملوخيه مخروطه يبقى ما تكتريش على نفسك. بصوا هنا عشان الصينيه ما تخبطش معاكي في الرخامه، فحطي تحتها فوطه زي ما انت شايفه كده. اولا ما تعملكيش قلق، وثانيا بتثبت الصينيه وبتخرطي كويس. بصوا هنا بقول لكم ريحتها طالعه فظيعه يعني، وهي بتتخرط ريحتها طالعه مش طبيعيه. طبعا انت هنا بقى في البدايه كده في بدايه الخرط بتبقى الملوخيه يعني لسه هايشه، فبتتعبك شويه على ما تخمش. بعد كده خلاص بصوا، بعد كده خلاص بقى بتبقى ملمومه معاكي وبتخرطي براحتك خالص، لا بتتنكش ولا بتقع من الصينيه ولا حاجه. وكده كده رخامتنا نظيفه وزي الفل، حتى لو وقعت هنلمها ونحطها في الصينيه تاني. يعني الرخامه زيها زي الطبق اللي باكل فيه يا جماعه، خصوصا لما اكون هشتغل عليها اكل او معجنات او حاجه لازم تتصبن وتتشطف كويس وتتنشف كويس، وبعدين ابدا اشتغل عليها في اي حاجه.
هنا بقى بصوا، خريطة الملوخية ده على حسب مزاجك. في ناس بتحبها خشنة يعني زي كده مثلا، وفي ناس بتحبها ناعمة قوي يعني بتفضل تفرم فيها لحد ما تتعجن معاها خالص، يعني بتبقى توصل للمية. لا انا بحبها في الوسط، يعني لا هي خشنة قوي ولا هي ناعمة لدرجة كبيرة يعني. بس كده يعني كده جميلة جدا اهي. يعني انت في خريطة الملوخية ده على حسب انت بتحبي ايه. هنا الملوخية بتاعتنا هنحطها في بولة زي ما انتم شايفين كده اهو. عبيها بقى، حطها في بولة كده، نلمها في مكان ملموم عشان نشوف احنا هنعمل فيها ايه. في حد مثلا يجي يقول لي طب ما انا بعملها ليه، انت عندك الكبه ليه ما عملتهاش في الكبه؟ اسهل لك واوفر من التعب والحاجات دي. اقول لكم لا يا جماعه، ملوخيه المخرطه حاجه تانية بصراحه. يعني الملوخيه اللي بتتخرط بالمخرطه حاجه تانية خالص، في الطعم وفي الريحه وفي القوام وفي كل حاجه، خصوصا بقى لو هنعملها طازه يعني. والا يبقى ايه الفرق بقى بينها وبين بتاعه الخلاط؟ لا احنا عايزين نحس بفرق بصراحه، عايزين ناكل ملوخيه او نخزن ملوخيه من بتاعه امهاتنا زمان. هنا بقى بعد ما حطناها في البوله دي نص كوبايه ميه، طبعا احنا مش هنحطها مره واحده، نركنها كده على جنب لحد ما نشوف احنا هنحط عليها ايه الاول. بصوا بصوا جمال الملوخيه، بصوا بتتبدر ازاي، بصوا بصوا لونها، شايفين الجمال؟ اهم حاجه ان احنا هنحافظ على اللون الاخضر الجميل ده. هنا هنحط عليها ايه، معلقه صغيره هنا بتاعه الشاي، معلقه سكر. بصوا اهي معلقه سكر، ده بيكنج صودا اللي هو بتاع الحلويات او تشتريه من عند العطار زي ما انت عايزه. هنحط ربع معلقه صغيره اهي، شعره بس كده، بصوا ربع شعره يعني، حتى مش ربع عالي، لا اللي هو ممسوح بس. هنروح حطيت هنا نص الكوبايه، وبرب الملوخيه بيهم كده بالسكر بالشعره الكربوناتو اهو. اهو حسيت ان هي ناشفه وتقيله معاكي، حطي كمان بق ميه اهي. بصوا احنا مش عايزينها ميه خالص، لا احنا عايزينها برضو ماسكه نفسها. بصوا انا بحط بحساب ازاي اهو كده بقى، ربت معايا وبقت جميله كده تحفه. احنا مش عايزين حاجه تاني، ما شاء الله عليها. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا اللون بتاعها، شايفين اللون بتاعها وجماله؟ الله اكبر عليه. الملوخيه المخروطه اللي معاكي دي هتفضل على لونها كده لحد من اول كيس لحد اخر كيس باذن الله تعالى، تاكلي منها سنه كامله ان شاء الله. هنا بقول لكم ده كيس كبير، انت ممكن تحطيها كلها في كيس كبير وتقسميها 4/4 وتنشفيها على كده، وبعدين يعني تضمي بقى الاربع على بعضها. هوريها لكم دلوقتي اهي. بصوا ده كيس كبير اللي هو الاكياس الكبيره بتاعه التلاجة اللي هي اللتر ونص، مش اللتر او بتاعه الفول. انا هعمل لكم دلوقتي المقاسين اهي. بصوا اهي، بصوا تفرديها كده في الكيس بتاعك. اهم حاجه الهواء، اهم حاجه اخرجي الهواء من الكيس بتاعنا خالص. بصوا 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 انا بخرج الهواء ازاي، بصوا بصوا اي بقليله هواء لازم اخرجها اهو. انا معلش انا جايبها لكم في اللقطه دي بالذات بالتفصيل، وما فصلش منها حاجه خالص عشان تشوفي انا بعمل ايه. بص بقى بايديكي وتروحي مقسماها 4/4 اهي اهي، وتنشفيها على كده، بتحطيها في طبق وتحطيها في فريزر لحد ما بتنشف. مجرد ما بتنشف بتلاقي كل ربع مفصول عن الربع بتاعه. يعني انت عايزه تطبقيها كده اهي، تحطيها في فريزر كده، حطيها فوق بعضها. عايزه تحطيها في طبق، وبعد ما بتنشف الاربع هتلاقيها مقسمه نفسها، وتروحي شايلاها وتروحي قافله عليها الكيس. يعني ايه، ضمها على بعضها وقافله عليها الكيس، يبقى معاكي ايه، شريحه شريحه كده تطبخيها. عايزه تطبخي شريحتين تطبخيهم على حسب بقى انت ايه محتاجه طبختك تكون قد ايه. يا اما تعمليها في اكياس صغيره من بتاعه الفول اهي، من اللي انا ايه بخزن فيها دايما الملوخيه اللي هي المفرومه. انا عايزه بس اوريكم قوام الملوخيه نفسها. بصوا بصوا المعلقه، الملوخيه ماسكه نفسها ازاي بالمعلقه، يعني المعلقه مليانه ومعرمه ملوخيه، لا بتقع ولا سايحه ولا الكلام ده، لا الملوخيه ماسكه نفسها. الميه اللي بتحطيها يا دوبك يا دوبك الملوخيه تلين معاكي بس، لكن ما تخليهاش سايبه. انت كمان الشريحه من دي من الصغيره اللي هو الكيس اللي عاملينه 4/4 ده، الشريحه منه تعمل لك طبقين كبار. ليه؟ لانها يعتبر ملوخيه صافي. احنا حاطين على الكيلو كله، كيلو الملوخيه المخروطه حاطين عليه ما كملناش نص كوبايه ميه.
انت كده عندك طريقة الكيس الكبير وتقسميه، وطريقة الكيس الصغير وتعمليه اكياس طبخات زي ما انت شايفة كده اهو. بصوا لونها وبصوا جمالها، تحفة والله يا جماعة. دي الفيديو ده انا عاملاه قبل الفيديو اللي فات، ومش عايزه اقول لكم الملوخيه دي انا خلصتها، يعني اللي هي الاول دفعه دي اللي انا عاملاها معاكم اللي هي الكيلو ده انا خلصته. وهي بتطبخ خضراه ولونها فظيع وقوامها مش طبيعي، تحفه تحفه تحفه. يعني بجد من اجمل الطرق المخروطه اللي انا عملتها، اللي نجحت معايا الحمد لله رب العالمين. في حد ممكن يجي يقول لي يا ام عمر ده انا عملتها وكانت خضره وجميله، ومجرد ما اتحطت في الفريزر ونشفت حسيت ان لونها اغماء سنه. ما تخافيش، اوعي تخافي، اطبخيها بقى واتفرجي عليها، هتلاقي الغمقان سنه ده اتحول تاني الخضار كانك لسه خرطها حالا ولسه جايباها فريش وتحفه وتجنن، والله هتدعي لي. الطريقه اللي فاتت يا جماعه بتاعه الملوخيه الصدمتين، الميه السخنه والساقعه، والملوخيه المره دي اللي هي المخروطه بالطريقه دي بالتفصيل، يعني اوعي تسيبوا منها ولا تفصيله صغيره، هتدعولي عليهم تحفه يجننوا واضمنهم برقبتي. بصوا انا دي هعينها زي ما هي كده، يعني هعينهم على البلانشة دي، هحطها على صينية وهعينهم في الفريزر زي ما هي كده مفرودة لحد ما تجمد. وبعدين اللي هي الاربع تربع بفصلهم بقى عن بعض واحطهم بيبقوا مع بعض كده في كيس واحد واربطه، وطبعا مفصولين كل ربع منفصل بذاته. واللي هو التانية اللي في الكيس الصغير دي بتبقى مع نفسها بس بتنشف وهي مفرودة كده، متاخدش مكان معاكي، ورصي بقى فوق بعضه كده بألف هنا وشفا. احنا كده عملنا طريقتين للملوخية، الفيديو اللي فات والفيديو ده رقم 2 ان شاء الله، والطريقتين دول تحفة ومضمونين وانا مجربتهم ان شاء الله. الفيديو رقم 3 برضو طريقة حلوة وفي ناس بتشكر فيها جدا، بس انا هجربه معاكم لأول مرة زي طرق البامية اللي انا اتكلمت معاكم فيها. في طرق مضمونة وقلت لكم مضمونها برقبتي، وفي طرق انا عملتها معاكم لأول مرة وهنجربها مع بعض. وطبعا احنا لما بنجرب في حاجات قليلة مش كميات كبيرة. نفعت معانا وطلعت كويسة بنكررها تاني وبنعمل بقى اللي احنا عايزينه، خلاص جربنا ما نفعتش يبقى ما خسرناش كتير وخلاص مش هنعملها مرة تانية. كده الفيديو بتاعنا البسيط الجميل خلص، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة حبايبي.